انا بقى كمعتمر مصري اجهز ازاي للرحله دي؟ فوق ال 45 سنه المفروض يختار برنامج مريح ليه علشان يبقى برنامج العمره سهل بالنسبه له. القاهره جده مدينه القاهره، والقاهره مدينه جده القاهره. انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست النفسية محتاجة مع أحمد النجار برعاية دار البن الحبشي. اهلا بيكم في حلقه جديده من النفسيه محتاجه عمره. عشان كده معانا النهارده استاذ كمال حسن هيكلمنا اكتر عن العمره وعن الفرق ما بين انواع العمره وما بين الفرق في الفلوس والفرق في الشركات، وازاي لما احب اعمل عمره اروح عند مكان معتمد ما يتنصبش عليا فيه. اهلا بيك استاذ كمال. اهلا بيك يا استاذ احمد. لو هنبتدي في البدايه كده تعرفني بنفسك، مين استاذ كمال؟ انا اسمي كمال حسن حسين علي ابو يحيى، مشرف مرافق لمجموعات سياحيه لدى شركه كالوفيدا ترافل المهندسين. خبرة في مجال السياحة الدينية 12 سنة. مرافق لمجموعات سياحية خاصة في مجال الحج والعمرة. خبرتي في المجال مرافق لهيئات حكومية معروفة في داخل مصر، الشرطة المصرية، مجلس الدولة، هيئة قضاء الدولة، مجلس الشعب المصري. فكنت مرافق للعديد والعديد من الهيئات المعروفة والمشهورة داخل المملكة العربية السعودية. طيب السؤال اللي قلناه في المقدمة، أنا عايز أعمل عمرة، أروح فين وأروح لمين وأعرف إزاي إن العمرة بتاعتي دي هتبقى أحسن عمرة وهستمتع بيها أحسن استمتاع؟ بالنسبة للإجابة على السؤال هنروح فين، المعتمر يتجه لفين، يبدأ خطوته، بدايته فين؟ بدايته طبعا الشركات بتبقى معروفة. أعرفها إزاي؟ من دخولي لمقر الشركة بيبقى طبعا معروف عن شركات السياحة الكبرى. من دخول الريسبشن بيبقى متواجد الترخيص ظاهر، لازم يكون ظاهر في الريسبشن. وبعد كده بقعد مع مدير السياحة أو المسؤول عن السياحة الدينية في الشركة، وبتفق بقى معاه وبشوف البرنامج المناسب ليا ايه، وبناء عليه بأمن نفسي ازاي. بأمن نفسي عن طريق ان انا المقابل المادي اللي انا بدفعه لازم اخد بيه ايصال مختوم ختم الشركة في مذكر فيه اسم فندق مكة واسم فندق المدينة، علشان أكون أمان ليا وأقدر بعد كده حاسب الشركة بعد عودتي من الرحلة. لو في تقصير مع الشركة أقدر أرجع بالإيصال ده أخد حقي لو في تقصير من وزارة السياحة المصرية. اعرف منين ان الشركه بقى اللي انا هشتغل معاها دي او هتطلعني عمره دي شركه ناس كويسه مش هتنصب عليا؟ تمام. هو بالنسبه برضو للاجابه دي برضو هو مرتبطه بالاجابه الاولى، ان احنا دلوقتي الايصال اللي انا باخده من الشركه ده بيبقى موجود فيه طبعا اسم الشركه، موجود في اللوجو، موجود في الخط المعتمد لدى الشركه. موضوع ان انا عايز أأمن نفسي، بوابه العمره المصريه اقدر اخش برقم الترخيص اللي موجود في الايصال، استعلم باسم الشركة وهيبقى موجود في موقع وزارة السياحة المصرية. موضوع بسيط جدا. طيب سؤال مهم، ايه الفرق ما بين العمرة ب 20,000 واسمع ساعات كده ان في عمرة ب 50,000؟ الكلام ده حقيقي ولا وايه الفرق برضو؟ بالنسبة للعمرة واختلاف الأسعار والمستويات دي طبعا بتختلف. يعني احنا عندنا هنبتدي من برنامج الخمس نجوم نوعين، 5 نجوم VIP صف أول، في 5 نجوم B صف تاني، بعد كده بننتقل ل4 نجوم، بعد كده 3 نجوم، بعد كده حاجة اسمها اقتصادي مميز، بعد كده حاجة اسمها اقتصادي شعبي. طبعا الاختلاف المستويات دي بناء عليها يختلف الأسعار. موضوع السعر اللي حضرتك قلته من شويه اذا كان 20 او 50 ده بينطبق على ايه؟ بينطبق على كل ما بتدنى في المقابل المادي كل ما طبعا هيقلل في مستوى الخدمه المقدمه لدى الشركه. فطبعا احنا لو بنتكلم في حد ادنى، جت فتره اعلانات كلنا بنشوفها برنامج ب 20,000 25,000 ومره واحده الاقي البرنامج بيعلى جامد. ايه الاختلاف ده؟ طبعا سيزون، مواسم، معروف ان رجب شعبان رمضان ده هاي سيزون، الاسعار بتعلى، الطيران بيعلى، الفندق بيعلى. مش هيبقى سعر الاوتيل في رجب شعبان رمضان زي قبل كده. طبيعي ان الاسعار المتفاوته دي يعني مرتبطه بالسيزون الخاص برجب شعبان رمضان. اكيد عشان بدفع فلوس للشركه ليا حقوق، هل بقى الشركه ليها عليا حقوق؟ يعني عايز اعرف برضو حقوقي على الشركه وحقوق الشركه عليا. طبيعي انا كمعتمر ليا حقوق كامله لدى الشركه، والشركه طبعا لازم تكون تنفذ لي المتفق عليه. يعني انا كمعتمر دوري ايه؟ دوري ان انا يعني اكون متعاون مع المشرف المرافق
وانفذ التعليمات. طبعا انا قبل ما بسافر اصلا المفروض ان انا بستلم من الشركه اذا كان تاشيره، طيران، برنامج رحله مفصل تماما من اول سفري من مصر لحد ما ارجع، بكل التحركات، بمزاراتي، بمواعيد مزاراتي، بكل شيء، برنامج مفصل. دي الشركات المحترمه اللي بتدي الداتا كامله من قبل ما المعتمر يسافر. تمام. فانا دلوقتي لما بستلم البرنامج ده ببقى عارف ان ده المفروض ان يتنفذ. اساعد المشرف المرافق معايا ان انا التزم بالمواعيد المتفق عليها لدى البرنامج ده. يعني ان انا متواجد في المزارات اكون موجود 7، ابقى متواجد قبل الميعاد، بحيث ان اسهل على المشرف ويكون الرحله سلسه وتكون اقدر اتمتع في البرنامج بتاعي. طيب قبل ما تخلص الحلقه عايز منك نصايح، بما انك اشتغلت في المجال ده كتير ومن ضمن مشاهير الشركات الكبيره واشتغلت مع ناس معتمده وبراندات كبيره في المجال ده، فادينا نصايح بقى للمعتمر اللي هو محوش فلوس، عامل جمعيه وهيطلع، ايه النصايح اللي تديها له عشان يستمتع باكبر قدر من الاستمتاع في العمره بتاعته؟ طبعا احنا في نصايح كتيره، من ضمنها طبعا انا كمعتمر لما اجي اتوجه للشركه لازم ابص على حاجات مهمه جدا داخل البرنامج ده. طبعا انا لما باجي اهالينا كلهم لما بيجي يختاروا برنامج عمره، المشكله اللي بتقابلنا ان انا ببص على السعر. ده غلط. يعني انا ما اقدرش اقول كذا مقدم برنامج ب40,000 وكذا مقدم برنامج ب45 وكذا مقدم 50، يبقى ابو 40 ده بيضحك عليا. لا طبعا لازم يبقى في فرق. ابص على البرنامج ابو 40 اطلع فيه ايه سبب ان هو مختلف عن اللي قبليه. طبعا لا، بنصح المعتمر ان لما بيمسك سعر ويشوف الفرد مثلا في الرباعي بكام، مهم جدا يشوف خط سير الطيران هبتدي منين، لان ده طبعا منطبق على السعر. لما اجي اقول عندنا 3 خطوط خط سير طيران للمعتمر اسعارهم مختلفه، فانا دلوقتي لما يجي برنامج عمره بيتكلم في 35,000 جنيه، ده الاكزامبل اللي انا هقوله ده هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه. لما يبقى برنامج العمره ب35,000 جنيه لازم انا ابص البرنامج ده هبتدي مكه، قاهره، جده، مدينه، القاهره، ولا قاهره، جده، القاهره، ولا قاهره، مدينه، القاهره. ال3 خط سير دول لازم اركز تركيز تام ان كل خط سير مختلف عن التاني في السعر وفي جوده وفي راحتي انا كمعتمر. يعني اقل حاجه ايه يا كمال؟ اقل حاجه القاهره، جده، القاهره. خلي بالك الاجابه اللي انا بقولها دي طويله شويه بس مهمه جدا للمعتمر. القاهره، جده، القاهره، او بلاقي في البرنامج قاف جيم قاف، دي خط سير متدني شويه، يعني اقل حاجه في خطوط الطيران بالنسبه للعمره. ده بيبقى تيكت الطيران بيتراوح من 13 ل 13,500. القاهره، جدة، مدينة، القاهرة، يعني ببتدي جدة يعني مكة الأول وبختم مدينة، بيبقى بتتكلم في 15,500 تيكت الطيران فقط لا غير. القاهرة، مدينة، جدة، القاهرة، دي ب16,000 وانت طالع. فطبعا ايه الفرق يا كمان؟ برضو انا ما قلتش الفرق ان انا الأقل حاجة اللي هو القاهرة، جدة، القاهرة، ده برنامج متعب شوية للمعتمر، لأن احنا بنبتدي جدة وبركب باص من مطار جدة 7-8 ساعات علشان اوصل مثلا بداية مدينة، ما بخشش مكة مثلا الاول. او العكس، لو هبتدي مكة واخلص برنامجي في مكة وانتقل على المدينة، ما برجعش من مطار المدينة مباشر، لا بركب باص يرجعني على مطار جدة تاني 7-8 ساعات. فالبرنامج اللي هو القاهرة، جدة، القاهرة سعره 13,000 او كسر كطيران، بيبقى سعره متعب بالنسبة للمعتمر اللي هو كبير السن. تمام. الخطين اللي انا بقترح على اي حد فوق 45 سنة المفروض يختار برنامج مريح ليه علشان يبقى برنامج العمرة سهل بالنسبة له. القاهرة، جدة، مدينة، القاهرة، والقاهرة، مدينة، جدة، القاهرة. واخر حاجة عايز اقولها للمعتمر ان لازما اركز ان اصلا تكلفة البرنامج اقل حاجة داخل برنامج العمرة هي السكن، عشان الناس فاهمة غلط. اقل حاجة في برنامج العمرة هو السكن. انت بتتكلم دلوقتي ان تيكت الطيران والتأشيرة 25,000 جنيه من قيمة البرنامج. يعني احنا بنتكلم في برنامج ب35,000 جنيه، 25,000 جنيه هي تيكت طيران وتأشيرة، فكده المتبقي 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه دول منهم ال15 يوم سكن في مكة وفي المدينة، الترانسفير في مزارات مكة ومزارات المدينة، ومكسب الشركة.
فانت بتتكلم 10,000 جنيه، يعني لو هنحولهم بالريال 700 وكسر الريال. فاقل حاجه هي السكن، فلازم انا اختار خط سير محترم. وطبعا هكمل حته النصائح بقى انا كمعتمر اجهز لرحلتي ازاي. طبعا برنامج العمره بالنسبه للوجبات والاكل وكده، ده ال5 نجوم ومستوى ال5 نجوم بيبقى بس اللي بيبقى فيه اوبن بوفيه فطار فقط، لكن ال4 نجوم وال3 نجوم والاقتصادي يا استاذ احمد ما بيبقاش فيه وجبات تماما. تمام. ايه السبب برضو عشان المعتمر يبقى عارف ان دايما البوفيهات داخل مكة وفي المدينة برامج شرق اسيا واوروبا بيعملوا البرنامج للدول المختلفة داخل فيها البوفيه غدا وعشاء. طبعا التكلفة دي بتبقى غالية جدا على المعتمر، فاحنا كشركات سياحة مصرية لو ضفنا قيمة غدا وضفنا قيمة عشاء داخل البرنامج السعر هيعلى جدا او هيتضاعف السعر ده. تمام. طيب انا بقى كمعتمر مصري اجهز ازاي للرحله دي؟ الموضوع طبعا انا بنصح المعتمر اهم حاجه ان انا طبعا مش رايح اكل واشرب، لا انا اقضي ال5 صلوات بتوعي في الحرم. طبعا الحرم المكي الصلاه خير من 100,000 صلاه، في المدينه المنوره الصلاه الواحده خير من 1000 صلاه. فاحنا رايحين علشان نقضي اكبر قدر داخل الحرم المكي والحرم المدني. طبعا دي اول نصيحة، ان انا اكتر وقت اقضيه في الحرم المكي والحرم المدني. طيب لا تجهيزاتي بقى من مصر اقترح عليهم طبعا ياخدوا الوجبات اللي هي الجافة اللي يقدروا عن طريقها يستخدموها في الفطار والعشاء. وموضوع الوجبات اللي هو في نص اليوم، في طبعا مطاعم كتير جدا في شارع ابراهيم الخليل وشارع اجياد بيبقى متراوح سعر الغداء، وجبة الغداء بتتكلم في 15 او 20 ريال. وبنصح برضو المعتمر المصري اني علشان تغيير الاحوال الجوية ياخد معاه اللي هو اذا كان في ادوية مزمنة يقدر ياخدها من هنا، لان الادوية طبعا بتبقى غالية جدا 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 هناك. ياخد الادويه اللي هو محتاجها معاه من مصر، زائد ان ياخد حاجات اكسترا معاه زي مثلا ادويه البرد الكحه الكلام ده كله، علشان هناك تغيير الجو من مكه والمدينه بيؤدي الى برد وكحه وكده. دي حاجه طبيعيه لاي معتمر، فلازم ان احنا نهيئ نفسنا من هنا، ان اهيئ نفسيا وصحيا، ان انا اجهز نفسي من ارض الوطن. طيب في اخر حلقتنا حابين نشكر استاذ كمال حسن على وجوده معانا النهارده في النفسيه محتاجه، لان فعلا النفسيه محتاجه عمره. شكرا ليك استاذ كمال، ان شاء الله نشوفك في حلقات تانية كتير، بس واحنا مع بعض ان شاء الله في ساحه الحرم باذن الله، او في رحله واحده باذن واحد احد. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه في النفسيه محتاجه، حاجات كتيره جدا الفتره الجايه.